الموقف التاني. الموقف التالت ودي برضه يضايق، إن تلاقي بعض الآنسات اللي غير متزوجات رايحين يصلّوا، وهُم بيصلّوا بقى شوف بقى الحاجة اللي تضايق، وهُم بيصلّوا تلاقي واحدة منهم بتهزر مع التانية، واحدة منهم بتضحك، تمام؟ وطبعًا يا جماعة في فيديوهات وصور موثّقة لكل هذه المواقف، كل هذه المواقف. وطبعًا يا جماعة أنا مش باقول الكلام ده عشان تبحث على النت وعلى اليوتيوب وكل الكلام ده، لكن فعلًا للأسف المواقف دي كلها يا جماعة موجودة وبيرفضها الإسلام. وبس يا جماعة أنا أولًا ألوم على الستات دُولة. رقم 2 بقى أنا ألوم أكتر وأكتر بقى على الزوج، على الأب، على الأخ، على كل واحد خَد معاه زوجته أو أخته أو حتى والدته ووقف جنبها. أنا بالوم على هؤلاء الرجال. إذا اللوم هنا مش على الستات بس، لا على